يخرج النهاردة على قناته على اليوتيوب ويغسل حكم المباراة أحمد الغندور وبيقول إن الأهلي مش كان قد كده واللعب مش كان قد كده والأداء مش كان عاجب جمهور الأهلي، ولكن اللي حصل من الحكم أحمد الغندور وضربة الجزاء الوهمية اللي ما فيهاش أي حاجة ساكت عليها، أو الإعلام المصري كله ساكت محدش بيتكلم. محمد شبانة بيقول أنا مستغرب جدا إن الأهلي يعني يحتسب عليه ضربة جزاء وهمية ومحدش بيحسب حاجة. أنا مستغرب جدا. تخيل معايا عزيزي المشاهد لما يكون محمد شبانة الإعلامي الكبير يطلع ويتكلم كده ويقول ان ضربة الجزاء ما فيهاش حاجة، وطبعا احنا عارفين ان الشخصية دي شخصية محترمة ومؤدبة وراجل اعلامي بيتكلم بضمير وبيتكلم بما يرضي الله، وطبعا هو اصله زملكاوي ولكن هو بيتكلم بضمير وبما يرضي الله. لكن اللي حصل من احمد الغندور ظاهر وباين وواضح ان ضربة الجزاء ما فيهاش الهوا، وهمية. رامي ربيعة ما لمسش المهاجم خالص. واللي يغيظك عزيزي المشاهد ان حكم الفار حتى ما رجعش الكورة او ما جابش الحكم يتفرج ويشوفها. طبعا كلها مطبوخة، ولكن في النهاية الاهلي قدر انه يسجل هدفين وقدر انه يفوز وياخد الثلاث نقاط. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.